السلام عليكم ورحمة الله. تحية لضباطنا الأحرار أوصلها نيابة عن الشعب السوري الحر وعن أعضاء الهيئة الثورية لدعم أحرار الجيش، ودعواتنا لكم بالنصر القريب إن شاء الله. أخي عبد الرزاق، نريد من سيادتكم موجز قصير عن الأحوال الميدانية في حمص وسوريا بشكل عام. بالنسبة للأحوال الميدانية يا أخي، بالنسبة إلى كتائب الجيش الحر أصبحت أكثر تنظيما من السابق، وأصبح الاتصال أقوى من السابق بكثير. والكتائب الحمد لله منتشرة بمعظم مناطق سوريا، بمعظم المدن والمحافظات اللي عم تحدث أحداث من كتائب الأسد. بمعظم المناطق متواجدة كتائب الجيش الحر، وعم يكون في تجهيز هندسي وتجهيز ميداني كامل الحمد لله. ما شاء الله. حبيبنا أخي، ما هي خطتكم المستقبلية في حال وجد الغطاء الدولي أو لم يوجد؟ يعني في حال وجد مثلا حظر طيران أو منطقة عازلة أو لم يوجد. أخي نحن سواء وجد غطاء دولي أو حظر طيران أم لم يوجد، نحن هدفنا إسقاط النظام، وجميع خططنا بتهدف لتحقيق هذا الهدف. نعم. جميع الخطط نحن تهدف إلى إسقاط النظام. نعم. ماذا سواء كان الشعب نعم. نعم أخي. ماذا تقولون للأحرار الذين يساندون الجيش الحر بأموالهم وأنفسهم وما يملكون؟ رسالة توصلوها لهم. نحن نشكر كل من يقدم شيء لله ومن أجل إسقاط هذا النظام. نحن الحمد لله يصلنا لكن الشيء القليل، معظم الدعم عم يكون من الداخل. نعم. من داخل سوريا. نعم أخي، هل يصلكم دعم منظم من أي هيئة أو مؤسسة أو مجلس من الهيئات؟ هل يصلكم دعم من هيئة أو مؤسسة أو مجلس، سواء من هيئة أو مجلس خارجي يتبنى عمليات الجيش الحر بشكل منظم؟ لا يا أخي، لا يوجد. هل تعانون من نقص العتاد عادة في عملياتكم التي تقومون بها ضد عصابات الأمن والشبيحة؟ لأن العتاد متوفر الحمد لله، العتاد الخفيف والعتاد الموجود اللي نتعامل معه مع الشبيحة، بس لكن ينقصنا عتاد نوعية التعامل مع الدبابات ومع العتاد الحربي. نعم. نعم. ما مدى حاجتكم لدعم منظم من ثوار الخارج والهيئات القائمة على الدعم؟ ما فهمت السؤال. أخي، مدى حاجتكم، هل تحتاجون لدعم منظم من ثوار الخارج؟ نعم أخي، نحن بحاجة لدعم منظم للجيش الحر، لأن الجيش الحر هو الموجود بالميدان وهو اللي عم يقوم بتحقيق. أخي ثورتنا ما راح تنجح إلا عن طريق العسكري. إذا ما أخذت المجرى العسكري ما راح تنجح ثورتنا، والنظام ما راح يسقط إلا بقوة السلاح. ودعمنا نحن بحاجة لدعم من أجل نوفر كمية الذخيرة ونشتري عتاد أفضل من العتاد الموجود لدينا. بإذن الله. هذه نظرتنا جميعا إن شاء الله. نحن الهيئة الثورية لدعم أحرار الجيش في الداخل نعلن عن وضع كافة إمكانياتنا في خدمتكم وخدمة الكتائب المنشقة في الداخل السوري، ونطلب منكم كلمة بسيطة لتوثيق الحملة القائمة للهيئة التي تقوم على رسم خارطة الدعم المتكامل ماديا ومعنويا لما يتيسر بين أيدينا من مساهمات الأحرار في الخارج، لكم ولكافة أحرار جيشنا السوري الذين يبذلون أنفسهم لحماية الثوار، سواء في المظاهرات السلمية أو في حال قيام ميليشيات العصابة الأسدية بالاعتداء على المناطق الآمنة. نحن نعلن من صفحة الجيش الحر الجناح الإلكتروني تبنينا لهذه الهيئة، ونطلب منكم كلمة بسيطة وموثقة إن شاء الله لهذه الحملة. نحن نؤيد كل من يعمل من أجل دعم الجيش الحر بالداخل يا أخي. ألو؟ نعم معك أخي. نحن نؤيدكم ونحن بحاجة لهالشيء، ونشكركم على الجهود اللي عم تقدموها.
ونحن من أجل عم يوصلنا إنه بعض الأخبار إنه يوجد ناس عم تجمع مصاري على اسم الجيش الحر، ولكن لا ما بيكون عن الترابط والصلة، ما عم يكون مؤكد. نحن أصبحت يعني لدينا حساب على السكايب، حساب موجود من أجل أي شخص يريد الدعم إنه يتواصل معنا مشان ما يتم عمليات السرقة. ونشكركم على الشيء اللي عم تقدموه. شكرا لك سيادة الملازم أول عبد الرزاق طلاس من حمص. أشكركم جدا. شكرا لك يا أخي، نشكركم.